تعالوا نخوض تجربة شخص أول مرة يفتح برنامج 3D في حياته. طيب في البداية وقبل ما ندخل في تفاصيل برنامج سينما 4D أو حتى أي برنامج 3D، وقبل ما نبتدي نتكلم عن الانترفيس ونتكلم عن التولز وكل حاجة بتعمل إيه، تعالوا ناخد خطوة لورا ونسأل نفسنا سؤال: هو إيه الفرق ما بين فوتوشوب وإلستريتور وأفتر إفكت وسينما 4D؟ في الحقيقة في فروقات جوهرية ما بين كل برنامج والتاني، بغض النظر عن إن فوتوشوب بستخدمه سواء في الديزاين أو في إيديت الصور. إلستريتور بستخدمه ان انا ممكن اعمل بيه لوجوز، ممكن اعمل بيه ايدنتيتيز، ممكن اعمل بيه حاجات كتير قوي. افتر افكت برنامج كومبوزيتنج اقدر استخدمه في الموشن جرافيكس. سينما 4D برنامج 3D. طيب بس انا بجيب المقارنة دي عشان عايز اتكلم عن فرق كده ما بين كل برنامج والتاني، الا وهو structure البرنامج او هيئة البرنامج، او البرنامج ده اصلا بيشتغل ازاي، او اللوجيك بتاع شغله عبارة عن ايه. فالحقيقة لو اتكلمنا عن فوتوشوب، الاريا او الورقة البيضاء اللي انا برسم عليها او بإيديت الصور عليها في الحقيقة اسمها كانفاس. والكانفاس ده الصور او الرسومات اللي عليه لما بزوم قوي فبلاقي بيكسلز، فده معناه ان الكانفاس ده بيبقى شايل بيكسلز. لو رحنا على إلستريتور فهلاقي إلستريتور الاريا البيضاء اللي انا بديزاين عليها سواء لوجو او ايا كان، الاريا البيضاء دي بتبقى اسمها ارت بورد. ولما بزوم قوي او لما اي حاجه بتبقى مرسومه على الارت بورد دي بنسميها فيكتورز. طيب لما نروح لافتر افكت، فافتر افكت الاريا اللي انا بتعامل عليها مع التايم لاين بيبقى اسمه كومبوزيشن. وطبعا الكومبوزيشن ده ممكن يشيل صور، ممكن يشيل فوتج، ممكن يشيل حاجات كتير قوي. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا عايز اعرف بقى، طيب انا لما اروح لل3D الاريا اللي انا بشتغل فيها والحاجات اللي بتبقى جوه الاريا دي بتبقى اسمها ايه؟ في الحقيقة الاريا الفاضية اللي قدامي دي اسمها فيو بورت. والفيو بورت ده ببساطة جدا عبارة عن فراغ فيه الثلاثة دايمنشنز الاساسيين بتوعي اللي هم الاكس والواي والزد. ولو انا عندي دلوقتي كيوب زي ده، فالكيوب ده او ايا كان سواء كيوب سواء سلندر سواء كون، ايا كان الحاجة اللي هتبقى قدامي دي، او حتى عربية موبايل ايا كان ايه اللي موجود، فاللي هيبقى موجود ده هيبقى اسمه 3D موديل. فلو لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه ده، فالفوتوشوب كانفاس بيبقى شايل بيكسلز، واليونت بتبقى اللي بقيس بيها، سواء ممكن تبقى البيكسلز، ممكن تبقى السنتي، ممكن تبقى الانش، ممكن تبقى حاجة من اليونتس دي كلها. لو رحت للإلستريتور فالاريا البيضاء او اريا اللي انا بشتغل فيها بتبقى اسمها ارت بورد، والاليمنت اللي بتاع عليه بتبقى فيكتورز. لما اروح لافتر افكت فبيبقى ده اسمه كومبوزيشنز. ولما اجي هنا في سينما 4D او اي برنامج 3D الاريا اللي انا بشتغل فيها دي بتبقى اسمها فيو بورد. والحاجات او الحاجات اللي انا اشتغل عليها قدام هنعرف تفاصيل اكتر عنها بتبقى اسمها 3D موديلز. واليونتس دايما هتبقى عندي اليونتس الحقيقية، سواء سنتيمتر، ممكن تبقى كيلو متر، ممكن تبقى مليمتر، ممكن تبقى كل اليونتس دي، بس ما عنديش البيكسلز. وهنعرف قدام برضو ليه ما عنديش البيكسلز من ضمن اليونت. دي كانت مقارنة سريعة كده، الهدف منها مش برامج ال2D قوي على قد بس ما انا عايز افهم اللوجيك في ال3D، لان انا هنا ابتدى يظهر لي دايمنشنز زيادة وبقى عندي شكل البرنامج بيخض ناس كتير. فاحنا عايزين نفهم ليه انا اصلا عندي الفراغ ده، وقدام لسه هنعرف ليه ده هيبقى عبارة عن ايه، وده ليه مش لايرز، يعني دي مش نفس اللوجيك بتاع اللايرز بتاعة ال2D. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن الانترفيس بتاعة البرنامج، او تعالوا سريعا كده نتكلم كل قائمة بتعمل ايه عشان نبقى فاهمين او عشان نرتاح اكتر مع البرنامج. لو بصينا من فوق لتحت كده هنلاقي اول حاجة untitled دي ده الفايل ببساطة اللي مفتوح زي جوجل كروم عادي جدا، موضوع في قمة البساطة. لو عايز افتح فايل جديد ممكن اجي ادوس فايل نيو بروجكت، او ممكن اجي اضغط هنا ففتح لي فايل جديد، وكل ما افتح فايل هيترصصوا عندي فوق هنا. لو عايز اسويتش من فايل للتاني فببساطة اضغط هنا اجيب الفايل، وهلاقي هنا عندي ستاندرد وموديل وسكالبت ويو في اديت. هلاقي عندي شوية حاجات كده. ايه دول اسمهم لاي اوتس. اللاي اوتس دول هما ترتيبة البرنامج. يعني
ترتيب القوايم عاملة ازاي على اساس انا بعمل ايه. يعني لو انا الستاندرد بتاع البرنامج اي حد يفتحه هيلاقي عنده بالشكل ده، ممكن انا ارتب في شكل المنيوز كده بحيث تسهل عليا لو انا بعمل موديلنج. يعني هيجيب لي التولز بتاعت الموديلنج جنبي، لو في حاجة موجودة مش هستخدمها في الموديلنج هيخفيها لي عشان توسع معايا سبيس. زي كده مثلا هلاقي مثلا شال لي التايم لاين لان انا مش محتاج اعمل انيميشن يعني، وهكذا. فكل لاي اوت من ده هو بس بيغير لي في ترتيبة القوائم على حسب انا هعمل ايه عشان يسهل بس عليا الموضوع. هنا دي طبعا كل المنيوز بتاعت البرنامج، كل منيو بتبقى مرتبطة بحاجة. هنا عندي تولز، هنا عندي دي الايكونز بتاعت ريندر، دي البانل اللي هبقى هنستخدمها قدام عشان بيبقى فيها الماتيريالز، ده اسمه ماتيريال مانجر، الزرار ده بيظهرها وبيخفيها. ده اسمه اوبجكت مانجر، يعني اي اوبجكت عندي او اي 3D موديل في الفيو بورت عندي هلاقيه ظاهر هنا. هنا عندي مثلا الفيجر ده وعندي كيوب فلاقيهم موجودين عندي هنا. الشريط ده فيه كل التولز او الاوبجكت اللي انا ممكن احتاجها او استخدمها. الاريا الفاضية دي اسمها الاتريبيوت مانجر، يعني اي اوبجكت هضغط عليه هيجيب لي الخواص بتاعته اللي انا بقدر اتحكم فيها من خلال القائمة دي. تحت هنا هلاقي التايم لاين، التايم لاين هيبقى مرتبط اكتر لو انا عندي انيميشن. وهنا هلاقي عندي برضو مجموعة تولز بتتغير بشكل ما على حسب التول اللي انا بستخدمها. طيب فده بالنسبة للانترفيس. طبعا هنحتك بكل ده اكتر، بس ده مايلستون كده سريع نفهم البرنامج من بره شكله ايه. طيب انا دلوقتي هنا عندي الشخص ده او الفيجر ده، وعندي زي ارضية كده صغيرة، والارضية دي عبارة عن كيوب. طب انا لو جيت بصيت هنا هلاقي ده فيجر اهو، هنا عشان الضغط لو ضغط عليه فعلم لي هنا ده معناه ان اكتف اهو، انا واقف على الفيجر. لو دوست على الكيوب فلاقي الكيوب هنا اكتف. طيب خلينا نسأل نفسنا سؤال، هل انا لو جبت الفيجر ده نزلته لتحت كده هتحصل حاجة في الفيو بورت؟ في الحقيقة لا. ليه؟ لان احنا هنا اتفقنا ان دي objects مش layer. في ال 2D لو انا عدت ترتيبهم فلاقي الحاجات اماكنها اختلفت، فانا هنا بتعامل مع objects مش بتعامل مع layer. طيب احنا قلنا من شوية ان احنا بنتعامل مع فيو بورت، فده معناه ان انا اقدر الف دلوقتي حوالين الشخص ده، اقدر اشوفه من فوق، اقدر اشوفه من تحت. ممكن ده اعمل ازاي؟ فهنا محتاج اعرف ازاي بنافيجيت او ازاي بتحرك جوه الفيو بورت. طيب انا ايدي اليمين ماسكه الماوس وايدي الشمال على زرار الالت، ويفضل زرار الالت اللي على شمال المسطره مش اللي على اليمين. ايدينا تتعود على الحاجات الاساسيه دي. فانا دلوقتي لو ضغطت على الت وضغطت ليفت كليك فده هقدر اروتيت او ان انا الف حوالين المودلز بتاعتي او الاوبجكتس بتاعتي، اقدر اشوفه من فوق، اشوفه من تحت، اشوفه من اي اتجاه. طيب لو انا دلوقتي عايز اقرب او ابعد، لو بالبكرة او بالميدل كليك، لو رجعت بالبكرة كده فانا ببعد، ولو قربت فانا بقرب على المودلز بتاعتي. طيب لو انا بقى عايز اجيب دول يمين او شمال، خلي بالك انا مش هحرك المودلز، انا بس كأني هبص عليهم من الناحية التانية. فايدي الشمال لسه على الت وهضغط على البكرة. لو ضغطت على البكرة او الميدل كليك فانا كده ببان. طيب عندي اكتر من طريقة للزوم زي ما اتفقنا، ممكن بالبكرة زوم ان وزوم اوت، او ممكن اضغط على الت ورايت كليك برضو بيزوم ان وبيزوم اوت. طيب دي طريقة. في طريقة تانية احيانا ناس الماوس عندها بيبوظ، فبتقول طب انا اعمل زوم ان وزوم اوت ازاي؟ فعندي برضو هنا ايكونز، لو انا جيت ضغطت على ده وحركت الماوس فهيبان يمين وشمال. لو ضغطت على ده وطلعت لقدام ورا بالماوس فهيزوم ان ويزوم اوت. ولو ضغطت على اوربت وعملت يعني حركت الماوس يمين او شمال فابتدي اقدر الف حوالين الموديل بتاعي. طيب الزرار بقى الاخير ده لو انا ضغطت عليه فده بيجيب لي المساقط الاساسيه بتاعه الموديلز، او ان انا كاني بشوف
السين بتاعي ده من كذا زاوية، يعني ده من البرسبكتيف، يعني انا كأن انا واقف وبلف حواليه، يعني اقدر اشوفه من كذا زاوية والف حواليه كده. بس انا عندي 3 مساقط اساسية اللي هما التوب فيو، يعني انا دلوقتي شايف الموديل ده بس من فوق، فانا عندي الكاركتر ده لو انت تخيلوا انا بص عليه من فوق فاشوف اهي دماغه اهي، وده دراعه الشمال اللي هو على يميني، وده دراعه اليمين اللي هو على شمالي. طيب لو انا جيت بصيت هنا هلاقي هنا رايت، فهلاقي ده معناه ان الكاركتر عندي انا شايفه من على اليمين، وهنا ده الفرونت. طبعا اتفقنا النافيجيشن بتاعنا او ازاي بتحرك، زي ما بتحرك هنا بقدر برضو اتحرك هنا، يعني انا دايس دلوقتي الت وببان، دايس هنا الت ببان، الت ببان برضو، وممكن ازوم ان وازوم اوت. طب لو انا عايز اشوف الفرونت ده كله على بعضه، يعني انا عايز الفيو بورت ده كله يبقى الفرونت بس، بضغط بالميدل كليك، او ممكن اجي اضغط على العلامة دي هنا. طيب لو انا عايز ارجع للتوب فيو فهضغط ميدل كليك، عايز ارجع ميدل كليك، لو انا عايز اجي هنا الماوس هنا ميدل كليك، عايز ارجع ميدل كليك ميدل كليك، وهكذا. فايدي هتاخد على الحركة دي مع الوقت. فده بالنسبة للنافيجيشن. طيب ممكن انافيجيت بطريقة تانية، لو انا الطريقتين دول مش مريحيني، ممكن عندي زرار 1 و2 و3 اللي هم فوق حرف الكيو والدبليو والاي. لو انا ضغطت على 1 ودوست بالماوس فهيبان يمين وشمال، لو انا ضغطت على 2 ودوست بالماوس فهيزوم ان ويزوم اوت، و3 هيروتيت. فدي اكتر من طريقة، كل واحد على حسب مرتاح. طبعا اصح الطريقة ان انا دايما ايدي على الالت وبالثلاث زراير الماوس. ده بالنسبة للنافيجيشن. طيب دلوقتي بعد ما عرفت الانترفيس بتاعت البرنامج وعرفت ازاي ان انا بتحرك في الفيو بورت بتاعي، لو انا عندي اوبجكت زي ده، وانا دلوقتي بقول اوبجكت عشان اوبجكت دي كلمة عامة قوي لحد ما هنعرف ايه هي التفاصيل بتاعت الاوبجكتس بتاعتي، بس انا عايز اعرف ازاي اترانسفورم الاوبجكتس دي. وكلمة ترانسفورم مرتبطة مينلي ب3 حاجات اساسيين. ايه هما؟ اول حاجة هي البوزيشن، تاني حاجة هي السكيل او حجم الحاجة بتاعتي، واخر حاجة هي الروتيشن، او ازاي بخلي الحاجة مثلا بتروتيت او بتلف حوالين نفسها او حوالين اي حاجة. طيب انا عندي كيوب هنا صغير، لو انا عايز اسلكت الكيوب ده ممكن اسلكت الكيوب من هنا، وممكن اسلكت الكيوب دايركت من الفيو بورت هنا، هلاقي ان الاتنين دايما بيسمعوا في بعض. طيب وانس ان انا اخترت الكيوب فهلاقي الاتريبيوتس هنا بقت جابت لي الخواص بتاعه الكيوب. طيب تتوقعوا ان انا دلوقتي لو جبت بدل الكيوب ده سفير او اي شكل هندسي تاني او اي جيومتري هلاقي نفس البارامترز دي؟ طبعا لا، لان الكيوب ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع. السفير او الكوره ملهاش نفس البارامترز دي، هي ليها راديوس بس او ليها نص قطر. طيب لو انا دلوقتي جيت عايز احرك او اغير مكان الاوبجكت ده او الكيوب ده، طيب قبل ما اعمل ده عايز بس نلاحظ هنا ان انا هلاقي في حاجه اسمها coordinates دي هي عباره عن ان الكيوب ده فين في العالم بتاعي. العالم بتاعي ده هو ليه 3 محاور اساسيه، وهي الاكس، والمحور الرأسي هو الواي، والعمق هو الزد. ممكن تلاقوا برامج تانية المحور الرأسي هو الزد والعمق هو الواي، تمام، ما عندناش مشكلة، بس كلنا متفقين ان هما في 3 محاور رئيسية، الاكس والواي والزد. طيب بتحسبوا منين؟ دايما عندي النقطة دي، شايفين النقطة سنتر دي اسمها نقطة الصفر او الاوريجين. دي دايما النقطة اللي هي بتبقى صفر وصفر وصفر، يعني صفر اكس وصفر واي وصفر زد. فانا دلوقتي لو جيت وحبيت ان انا احرك الكيوب ده هنا، عايزين هنا نلاحظ فيه الكوردينيتس، هلاقي ترانسفورم دي البارامترز او دي الارقام بتاعته في الاكس، يعني هو واقف عند الاكس بزيرو، وعند الواي بزيرو، وعند الزد بزيرو. لو انا جيت دلوقتي مسكت الكيوب ده من الاكسس الاحمر اللي هو الاكس اكسس، هنا عندي هنا زي رمز كده صغير بيعرفني بس
كل واحد من ده ايه، وانا مع الوقت هحفظ ان الاحمر هو الاكس والازرق هو الزد والاخضر الواي. فلو جيت مسكت من الاكس اكسس وحركته هنا هلاقي ان الاكس دي بتتغير بقيمة، ده معناه ان هو ماشي من الزيرو في اتجاه الاكس 127 سنتي، ممكن اقول له امشي لي 120 سنتي. وممكن امسك من الواي واقول له اطلع مثلا 100 سنتي، فده معناه ان هو مشي من الاكس 100 بعدين مشي من الاكس 120 بعدين مشي من الواي 100. ممكن اخليه يمشي كمان في الزد. خلي بالكو في illusion دايما بيحصل ان انا ممكن احس ان الكيوب في مكان، بس خلي بالكو ان انا لو حركت الكاميرا هلاقيه في مكان تاني خالص. هو دايما ال 3D بيخدعنا في الموضوع ده، وعشان كده عملنا موضوع المساقط الرئيسية دي اللي بتخلينا نعرف فعلا الحاجة مكانها فين. طيب هل ده معناه ان انا ممكن اوديه الناحية التانية؟ لو اديته الناحية التانية هلاقي القيمة بقت بالسالب. ليه؟ لان انا عديت الناحية التانية من الاكس، فده بقى بالسالب. ممكن انزل لتحت فهتبقى الواي بالسالب. خلي بالكم بصوا هنا انا ما عدتش الخط ده، هو من هنا كان باين ان انا معديه بس ده مش حقيقي. فلو جبت ده كده فهلاقي الزد بقت بالسالب. طيب انا ممكن ببساطة جدا لو حطيت هنا قيمة بصفر بعدين بصفر بعدين بصفر، انا بدوس تاب عشان يجيب لي القيمة اللي بعدها يعني، فهلاقي ان الكيوب رجع تاني في السنتر او في الاوريجين. طيب فده انا ازاي بقدر احرك الاوبجكت بتاعي سواء كيوب او اي اوبجكت تاني او اي موديل تاني. طيب التولز الاساسيه اللي بتخليني اتحكم في البوزيشن في السكيل وفي الروتيشن هلاقيهم عندي هنا اهو. دي اسمها موف تول واختصارها حرف الاي، فانا ممكن ابقى واقف كده وادوس على حرف الاي او اختار التول هنا فيجيب لي الثلاث محاور دول اسمهم بيفوتس. ممكن تبقوا ليهم اسم تاني، ممكن تسمعوا تاني اسمهم جيزموس او المحاور الاساسيه بالعربي. بس واجب ان احنا برضو نبقى عارفين المسميات الاساسيه دي. طيب لو انا دلوقتي عايز اروتيت الكيوب ده، او انا عايز الكيوب ده يلف حوالين نفسه، فهاجي اختار هنا التول دي اسمها الروتيت تول، او التول دي اللي بتخلي اي اوبجكت اقدر اعمل له روتيشن او ان انا الفه يعني. هلاقي برضو نفس الالوان الاساسيه بتوعي اللي هم الاحمر بلفه حوالين الاكس اكسس، يعني اهو ده الاكس اكسس فانا بلف حواليه، والازرق ده انا بروتيته او بلفه حوالين الزد، وهنا لو هروتيته حوالين الواي. يعني انا ممكن اروتيته بالشكل ده، وممكن هدوس بس كنترول زد، وممكن اروتيته بالشكل ده، وممكن اروتيته بالشكل ده. وممكن اجي اختار اخر حاجة لو انا عايز اتحكم في حجم السكيل او السكيل بتاع الكيوب، ممكن اجي اختار هنا والاقي ظهر لي الاكسس دول برضو نفس الكلام اكس واي زد. ممكن اكبره كده او اكبره كده او اكبره كده. هلاقي ان اللي بيحصل دلوقتي ان هو مش بيتمط، يعني انا مش بيحصل ان هو بيكبر بس كده او مش بيكبر بس كده او مش بيكبر بس كده، وهنعرف ليه عشان ده عبارة عن سكيل مش سايز. طيب لو انا عايز بقى اخليه بيتمط كده، هلاقي هنا عندي نقط صفرة كده. النقط الصفرة دي اللي بتتحكم في السايز بتاع الكيوب. يعني انا لو جيت على الكيوب هنا وجيت في الاوبجكت هلاقي في حاجة اسمها سايز في الاكس. بصوا كده، ده اللي بيزود السايز في الاكس، وده اللي بيكبر السايز في واي، وده اللي بيكبر السايز في الزد. ممكن اكبر من الكيوب نفسه من هنا من الفاليوز دي، احط قيم انا عايزها، او ممكن امسك من النقط الصفرة دي والاقيه برضو بيغير في دول. فدول كانوا الحاجات الاساسية او الترانسفورم الاساسية بتاع اي اوبجكت، اللي هم اتفقنا البوزيشن والسكيل والروتيشن. دلوقتي انا عندي 3 اوبجكتس، عندي الكيوب ده اهو، وعندي الفيجر ده او الكاركتر ده، وعندي السفير دي. لو وقفت هنا اتفقنا في الكوردينتس عندي في الترانسفورم الكيوب ده البوزيشن بتاعه في الاكس 0 وفي الواي 130 وفي الزد -300.
هنا عندي الكاركتر ده البوزيشن بتاعه الاكس بتاعه 180 والواي بتاعه 0 والزد بتاعه -150. لو جينا وقفنا على السفير هنلاقي البوزيشن بتاعها برضو 0 في الاكس وواي 100 وفي الزد 200. بس لو بصيت مثلا على السفير دي كبيرة وممكن كمان نكبرها شوية، هنلاقي برضو البوزيشن بتاعها القيم بتاعته زي ما هي. طيب القيم دي مبنية على ايه؟ احنا اتفقنا او زي ما انا لسه بقول لكم دلوقتي السفير دي كبيرة قوي، ومع ذلك في نقطة واحدة بس، النقطة دي اللي بتحدد على اساسها البوزيشن بتاعها. النقطة دي هي دي النقطة اللي بتتلاقى فيها المحاور الأساسية بتاعة الأوبجكت، بالظبط زي الأنكر بوينت بتاعة أي شيب في ال2D. فهنا الأنكر بوينت أو اتفقنا بقى الأكسس أو البيفوتس أو الجيزموس بتاعة الأوبجكت ده اللي هي النقطة دي. فالنقطة دي هي دي اللي مكانها 180 في الإكس والواي بتاعها ب0 والزد بتاعها -150. والنقطة دي بتاعت الكيوب هي دي النقطة اللي الاكس بتاعها ب0 والواي بتاعها ب130 والزد بتاعها -300. طيب اخر حاجة حابب اختم بيها النهاردة، وده اللي هيبقى المدخل اللي هنبتدي منه الفيديو الجاي ان شاء الله، والجزء ده من الفيديو هو هيبقى فن شوية. طيب من ضمن الحاجات الروشة في برنامج سينما 4D ان التولز بتاعته هي color coded. يعني ايه؟ يعني كل مجموعة تولز او كل مجموعة حاجات شبه بعض هي متلونة لون معين. فلو لاحظت هنا هلاقي عندي هنا لون لبني، وطبعا كل حاجة من دي لو ضغطت عليها ضغطة طويلة شوية فهيجيب لي شوية تولز كده متلونين نفس اللون. طيب لو جيت على دول هلاقي في حاجات باللون الاخضر، طبعا كل واحدة من دي اهي كلهم متلونين باللون الاخضر، وهلاقي هنا كل الحاجات دي باللون الازرق، وهلاقي لون بيربل، وهلاقي لون لبني بس فاتح شويه. طيب تعالى اقول لكم كده على نظريه انا لسه مألفها دلوقتي، ان الالوان دي فيها القوي والضعيف. يعني مش قوي وضعيف بمعنى ان هما ليهم ترتيب في الهيراركي. يعني اكبر واحد هو اللون الاخضر اللي هو اللون ده، اللون اللي بعده اللي هو اللبني، بعدين اللون اللي بعده الازرق، بعدين اللون البيربل. طيب اللون ده متعادل، يعني مش بيبقى بيرنت الحاجة ولا تشايلد الحاجة. طيب تعالوا سريعا نعرف ايه الحاجات دي او الحاجات دي اسمائها ايه. مش هنخش في تفاصيلهم دلوقتي، محتاجين بس على الاقل دلوقتي نعرف اسمائهم، عشان لما نبتدي في الموديلنج انا محتاج ابقى فاهم كل مصطلح هو يعني ايه. الحاجات اللي باللون اللبني دي دول اسمهم primitives دول، يعني لو جينا ضغطنا هنا هنلاقي دي الاشكال الهندسيه الاساسيه، الجيومتري، الكيوب، سفير، الكون، كل الحاجات دي دول اسمهم primitives. القايمه دي دول اسمهم splines. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هما الاتنين primitives، بس الجيومتري دول بتبقى حاجات زي الكيوب، حاجه ليها كتله، ليها حجم، على عكس ان انا دلوقتي لو جيت شلت الكيوب ده وجيت هنا دول سبلاينز. السبلاينز دول ببساطة هما بيبقوا زي الخطوط كده، يعني دي زي دايرة، ممكن اشيل الدايرة دي الاقي هنا ريكتانجل. دي حاجة مش ملهاش كتلة زي الكيوب مثلا. هنا ده تكست، عندي 2 مود، مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي. فالتلاتة دول اسمهم primitives. لو جينا على الحاجات اللي بالاخضر دي، كل التولز دول اسمهم generators بقدر استخدمهم مع حاجات تانية بيعملوا حاجات تالتة. كلام مبهم شوية بس تمام. في الخطوة اللي احنا فيها او في الستيب اللي احنا فيها دي دلوقتي تمام، انا مش عايزكم تعرفوا اكتر من ده دلوقتي. والجزء دول او القايمة دي اسمهم deformers، دول اسمهم effectors، دول اسمهم fields، ودي حاجات كده مفيدة اكتر في اللايت وفي الانفايرومنت زي الكاميرات واللايت والHDRI. الحاجات دي كلها هنتكلم فيهم بالتفاصيل يعني. بس كده ده كل اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي، ان احنا سريعا تاني نقول دول ايه. دول اسمهم primitives دول في منهم نوعين، splines و primitives اللي هما الجيومتري. ده التكست
دول اسمهم generators deformers effectors fields، ودول حاجات مرتبطة باللايت وبالكاميراز وبالانفايرومنت وهكذا. بس كده، ده بخصوص فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف وكان مفيد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ومستنيكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. هيبقى عن الموديلنج، هنبتدي نستخدم بقى كل الحاجات دي في الموديل. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.